ايش اسمك يا غالي؟ بكيل غلاب. بكيل غلاب. غلاب. نعم. طيب يا بكيل، انا بسألك سؤال. تفضل. ارجع هكذا، تعال هنا، تعال هنا. طيب انا بسألك سؤال يا غلاب. تفضل. غلاب صح؟ اكيد. انا بسألك سؤال، اذا جاوبت عليه نجيب لك جائزة. طيب. السؤال يقول: ما هي الدولة الأكثر إنتاجاً للتمور في العالم؟ مصر. مصر. متأكد؟ متأكد؟ على الله. على الله. على الله. والإجابة صحيحة. الجائزة عبارة عن تمور مقدمة من الراعي الرسمي لبرنامج فوانيس الرفاه للتمور، تتهنى فيهن، ومبلغ مالي. ألف مبروك عليك. الجائزة أنت من أول بتبصر لينا من وين؟ يلا تعال. طيب إيش اسمك؟ عبد الملك. ها؟ عبد الملك. طيب معنا آخر جائزة حبينا إن احنا نجيبها لك، بس يلا. بشرط إذا جاوبت على السؤال. ان شاء الله نجيب لك سؤال ولا تحدي؟ سؤال. تحدي. طيب السؤال يقول: ايش ما قلت لي؟ عبد الملك. يا عبد الملك، السؤال: من هو أول من كتب باللغة العربية؟ من هو اول من كتب باللغة العربية. هو نبي. أقرب لك، هو نبي من أنبياء الله. نبي من انبياء الله ادريس. لا، حاول أجيب لك اختيارات. طيب إسماعيل عليه السلام. اسماعيل. إسماعيل يعني إسماعيل عليه السلام، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام. اسماعيل. إسماعيل عليه السلام. متأكد من الإجابة؟ ان شاء الله. والإجابة والإجابة صحيحة. تصفيق يا شباب، تصفيق. هات الجائزة. طبعا الجائزة عبارة عن تمور مقدمة من الرفاه للتمور، الراعي الرسمي لهذا البرنامج، برنامج فوانيس الرفاه. ايش تحب يعني تدي كلمة مثلا؟ الف شكر، جاء في وقته على دخول رمضان. والله تتهنى فيهن ان شاء الله. شكرا، الف شكر. الله يوفقك. الجميع. نكون إلى هنا قد ختمنا فعاليتنا لهذا اليوم.